اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو كده هنعرف طريقه فك وغسيل المبرده سونكس. زي ما انتم شايفين كده هنشوف. انا فكيتها الاول علشان بصراحه ما كنتش يعني في نيتي ان انا اصور، بس هشوفها واحنا بنركبها، تشوفوها معايا واحنا بنركبها مع بعض. وهي فكها وتركيبها سهل جدا من ابسط ما يكون. الاول كده بصوا، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولايكات كتير كتير للفيديو بتاعنا النهارده، واشتراكات وشير بقى. وبصوا عايزاكم تفجروا الفيديو ده شير ولايكات ومشاهدات وكل حاجه، علشان انا عارفه انتوا بتحبوني ومش بتبخلوا عليا باللايكات الحلوه بتاعتكم. بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. ده الخزان بتاعها اللي جوه. انا جبت الاول ميه وصابون، وبدات اغسله بالاسبونجه كده، ما حطيتش سلكه خالص، بسفنجه علشان السلكه ما تعملش صدى. فلقيت بصوا من تحت كده، الحته اللي مسحتها فرق ما بينها وما بين اللي ما اتمسحتش، كان فيها تراب من جوه وفيها رواسب وفيها حاجات كتير جدا. انا مسكتها كلها غسلتها من جوه بالصابون والميه. بصوا لقيت فيها البقع الصفرة ديت. فحطيت فيها كربوناتو زي ما انتم شايفين كده، نزلت فيها، وطبعا يعني مش حاجات مضرة ولا حاجة. نزلت فيها شوية من الكربوناتو، وبعد كده هنزل عليهم شوية من الخل، يعني هيفور الدنيا معايا شوية. بس بعد ما غسلتها كويس بالصابون، وبرضه هنغسلها بالمية كتير علشان طبعا ريحة الصابون وطعم الصابون وكده. بصوا انا بدأت بايدي كده امسح البقع الصفرة دي. هي يعني بصوا هي نطفت بس ما طلعتش نهائيا، يعني هي كان فيها اثر لسه. وحاولت معاها بالكربونات كتير وبالخل، وكمان جبت كلور خام برضو، حطيت فيها شوية كلور خام، يعني نوعا ما نطفت شوية. هي عندي بقالها حوالي سنة، ما كملتش تقريبا سنتين. دي تالت مرة اغسلها في السنتين دي، او تالت مرة افك الخزان بتاعها واغسلها. فزي ما انتم شايفين كده انا مليتها مية، بعد ما نشفتها بالفوطة رجعت تاني مليت الخزان مية وبصفيه. كررت العملية دي تلات مرات. بصوا هتشوفوا معايا المية دي في تاني مرة منزلة رواسب وحاجات سمرة كده. بصوا زي ما انتم شايفينها كده، دي نازلة من المبردة. فكررت الغسيل تاني، وفضلت اكرر المية عليها لحد ما نزلت لي المية نظيفة وزي الفل كده. انا خلصت غسيل الخزان ونشفته بالفوطة كويس علشان المية، وعلشان برضو الصدى والحاجات ديت والكهرباء. نشفتها من جوه بفوطة ناشفة كويس، ونشفتها وظبطتها من جوه. نيجي بقى نغسلها من هنا. انا شلت الحاجات بتاعتها كلها، اخدتها في المطبخ، غسلتها على الحوض. الصفايه اللي بتبقى تحت مكان ايدي ديت، واللي بتبقى فوق بيتجلب فيها الجاروره او الجزازه بتاعتها. ومسكتها بالصابون كده، وندعت كلور صغيرة عشان فيها بقع مكان المية والبهدلة وكده، بتعمل نقط صفرة زي صدى، زي يعني بقع صفرة كده. فحطيت شوية كلور خام صغيرين خالص في المية بصابون، وخدت الحتة اللي فيها الصفار دي الأول بالسلكة البلدي بتاعتنا، وبعد كده جبتها بالسفنجة علشان ما خربشهاش. وبرضو بقيت أعصر السفنجة من المية كويس علشان برضو البرومة والصدى والحاجات دي. انتوا عارفين طبعا ان هي يعني صاج وكده، مش يعني هي قابلة للبرومة والصدى والحاجات دي. فزي ما انتوا شايفينها اللي تحت دي حافظة مش تلاجة. مسكتها غسلتها كلها، شلت الرف بتاعها واخدته برضو جوه في المطبخ مع الحاجات التانية غسلتها، ومسكتها كلها من كل الجوانب بالسفنجة كده، وظبطتها وخليتها زي الفل. انا بمسحها من بره طبيعي، يعني كل يوم كل يوم ويوم وانا بروج الشقه كده بجيب فوطه زي كده وبمسحها. بس الصيانه الكامله دي كل فتره بعملها. بعد كده جبت فوطه ناشفه، الفوطه بالميه ومسحتها كويس. وبعد كده جبت قماشه قطن بيضه زي ما انتم شايفينها كده، نشفتها تماما من الميه. بس انا كنت في اليوم ده عامله انقلاب في الشقه، شايله اللي مطلعه الفرش كله والمطبخ والشقتين. وبصوا كنت شفت يوم من الصبح زي ما انتم شايفين كده. انا وسهير اتظلمت معايا صراحه في اليوم ده. يعني فضلنا لساعة أذان العشاء واحنا شغالين في كده مسح وترويج وكنس. يومين الهوا والتراب دول زي ما انتم شفتوا كده كانوا
العاصفة الترابية دي كانت مبهدلة الدنيا، التراب الناعم ده دخل تحت الفرش ومن الشبابيك وكان مبهدل لنا الدنيا. فقلنا ناخد صيانة، يعني في كمان صيانة زي التانية ان شاء الله على العيد بقى نغسل بقى الفرش. احنا طوجنا بس كده وعملنا ايه صيانة على السريع كده. المهم بصوا ده الحاجات بتاعتها، انا كنت غسلها جوه ومصفيها من الميه، وبرده بالقماشه القطن نشفتها كلها كويس ما خليتش فيها اي ميه، وكررت الميه كذا مره في الخزان. وبصوا خليت الميه نازله منه زي الفل، ولا فيها كربونات ولا فيها خل ولا كلور ولا فيها طعمه اي حاجه، الميه نازله مسكره وما شاء الله. يعني لازم كل فترة نعمل الصيانة دي والنظافة دي علشان الخزان. اول ما شفتوه معايا بصوا، يمكن كان ابني بيعمل بصبعه كده، كان لسه طري ما نشفش، فالرواسب معلمة تحت فيه. بدأت اركب الحاجات بتاعتها، وبرضو حطيت شوية كلور في المصفى بتاعتها اللي تحت دي، كان فيها بقع صفرة غسلتها وخليتها زي الفل. بصوا الحتة دي كده بتتربط، لها مجرى في الخزان من جوه، بتتحط وبتلفيها بتتربط. دي بس اللي انا شلتها من قلب الخزان زي ما انتوا شايفين كده، دي اللي بتتشال من قلب الخزان بس، اللي هي القطعة البلاستيك دي، وبتتربط كده. والجلدة دي بتتحط في الغطا زي ما انتوا شايفين معايا كده. الغطا من جوه بيتركب فيه الجلدة دي. بصوا سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. وبعد كده بتخش ضغط كده، يعني ولا فيها اي حاجة، فيها مجرى كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا من هنا ومن هنا كده، بوقفها زي ما انتوا شايفين كده، بظبطها على المجرى بتاعها. وبعد كده بتخش معايا كبسل جوه كده ضغط. يعني لو انا سايبه صوت الفيديو بس، كنا نصور طبعا في ترويج وفي شكل وفي زعيق، فطبعا شلت صوت الفيديو. بصوا كنتوا سمعتوا صوت التكه معايا اهي. يعني بكل سهوله، مش فيها يعني اي مشكله. وهما مسمارين اتنين بس بيتفكوا من ورا، هي هتلاقي فيها مسامير كتير من ورا، مالكيش دعوه بهم خالص، ما تلقطهمش. هما المسمارين اللي انا هربطهم دول بتوع الوش اللي بتشال بس، مش اكتر ولا اقل. بمفك بسكينة بأي حاجة، لو بطرف معلقة هتفكيه. أي مسامير تانية ما تلطهوش. وربطتهم وجمدت عليهم زي ما انتوا شايفينها كده. والقطعة اللي انا هحطها ديت بتتشال بتتغسل من غير فك ومن غير اي حاجة خالص. دي بتشيليها برضو كل فترة او كل ما بتيجي تغيري الجزازة، بتشطفيها عادي على الحنفية بسفنجة وبتنضفيها وبتركبيها عادي، مش محتاجة انك تفكي لها الموضوع خالص. اهي بصوا معايا زي الفل كده. هي دخلت عندي على السنتين ما شاء الله. وطول ما انت ايدك في الحاجة ومنضفاها ومحافظة عليها هتعيش معاكي عمر. فكرة المبيدات دي انا كنت جايباها يعني خلال السنتين دول ب1600 جنيه. انا رحت سألت عليها من اسبوعين في نفس المكان اللي كنت شارياها، لقيتها عدت 3000 جنيه. يعني نحافظ عليها غصب عننا كمان. انا كنت شاريين لها جزازتين، بملاهم الاتنين، بحط واحدة وواحدة بحطها جنبها استبني كده. بصوا علشان ان انت تمنعي ان انت تدلوجي مية عليها او كده، انا بجيب التانية وغطاها ضايع، فبربط عليها كيس كده علشان ما تتطربش ولا حاجة. والغطا الموجود عندي زي ما انتوا شايفين، بحط كيسة عليه وبعد كده بكبس عليه الغطا بعد ما بغسلها كويس واملاها. وبتجلبيها ولا بتوجع اي ندعة مية. اول ما بتنزل في بوز تحت كده بيدخل فيه الكيس ده بيخرمه، وبتنزل المية زي ما انتوا شفتوها معايا كده. والمية بصوا دي بتنزل، بتضغطيها لورا لقدام بتنزل المية. والحمرة دي بتنزل المية السخنة معاها زرار الامان، مش بتنزل الا اذا ضغطتي على الزرار. بصوا انا بشرب من المية اهوت، يعني ما شاء الله ما فيهاش اي حاجة ومسكرة ولا كلور ولا اي حاجة.